دكتور عبد العزيز حسين الرضي. دكتور عبد العزيز، في مثل هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية، نقول لك عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير والجميع بخير، وكل عام والشعب اليمني كافة بخير إن شاء الله. دكتور عبد العزيز، في مثل هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، ماذا تحب أن تقول لزملائك من الباحثين اليمنيين وأعضاء الجالية اليمنية في القاهرة، وأيضا لعموم الشعب اليمني في الداخل والخارج؟ أحب أقول كافة الزملاء اللي في الجالية اليمنية والمغتربين نكون يد واحدة من أجل لصالح الوطن، نكون كلمة واحدة فيما يخدم مصلحة الوطن. وكذلك أحب أقول أيضا للشعب اليمني كافة أن يقفوا صفا واحدا الآن لنبذ كل السلبيات والاتجاه نحو تنمية ونهضة حقيقية إن شاء الله. ونحن كذلك نتمنى ما تمنى زميلنا الباحث من توحيد الصفوف ولم شمل الشعب اليمني في إرادة واحدة وفي بوتقة واحدة لبناء اليمن ولتنمية اليمن وإحداث التغيير الحقيقي الذي يرفع علم اليمن عاليا خفاقا يعني بين الشعوب، ويرفع مستوانا في كافة المجالات. دكتور عبد العزيز، ما هو انطباعك عن هذا اليوم وعن الفعالية التي قام بها ونظمها زملائك الباحثون اليمنيون في محافظة القاهرة وزملائهم في مدينة الإسماعيلية؟ والله بادرة جيدة، كأنها تعتبر لمة شمل، اجتمعنا جميعا وفي رحلة واحدة، وبادرة جيدة بحيث أن تتيح التعارف وتتيح التآلف والتواصل بين الزملاء وبين أهل الزملاء أيضا. في بادرة جيدة، وأيضا تنفيس عن وراحة عن الإجهاد والظروف التي نعانيها. كانت فرصة نحن نلقى فرصة نتنفس عن أنفسنا، ترويح عن النفس. نعم. هل لك من كلمة أخيرة للأهل في اليمن؟ أحب أهدي تحياتي إلى كافة الأهل وكافة الأصدقاء جميعا، يعني أنا لا أحدد حد منهم، ولكن جميع الأهل والأصدقاء. لو عددتهم لا يتسع المجال، ولا أريد أن أحدد ناس ويسهو مني ناس آخرين. شكرا. وأيضا لنا لقاء مع إحدى الأسر المشاركة معنا في هذه الزيارة والاحتفالية بعيد الفطر المبارك، نتعرف عليهم. اسم الأخ الكريم؟ علي الحكمي. أخ علي، نقول لك والجميع أفراد أسرتك الكريمة بهذه المناسبة كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم بل وعلى الشعب اليمني في الداخل والخارج، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك علينا وعليكم جميعا وعلى الشعب اليمني جميعا في الداخل والخارج ومن هذا المكان والجميل وإحنا في مصر الحبيبة نهدي سلامنا وتحياتنا وأطيب التهاني بعيد الفطر المبارك إلى كل الشعب اليمني، هذا الشعب اليمني الحكيم الذي رمى السلاح وسطر أسطورة في السلام. هذا الشعب يستحق منا كل التقدير وكل التحية، فألف ألف مبروك ليمن السلام، يمن المحبة الذي رمى السلاح وهرع إلى السلام وكان مثالا يحتذى به في صنع السلام. فعيد مبارك لكل الشعب اليمني وإلى القيادة السياسية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وأنتم كذلك بألف خير. أخ علي، ما هو انطباعك في هذا اليوم وأنت بين زملائك من الباحثين اليمنيين الذين جاءوا من مختلف المحافظات، خاصة محافظة القاهرة والإسماعيلية؟ فما هو انطباعك حول هذا اليوم وشعورك يعني بهذه المناسبة السعيدة؟
طبعا شعور جميل وشعور لا يوصف في هذا اليوم، وكأن الواحد في وسط أسرته، صورة يمنية مشرقة وجو يمني أسري رائع في مصر الحبيبة، في مصر أرض الكنانة. أخ علي، ما هي مميزة هذا الاحتفالية أو مميزة مدينة فائد الذي جذبتك لزيارتها دون غيرها من المدن المصرية الشاطئية؟ طبعا نحن متعودون، نحن اليمنيون يعني في مثل هذه المناسبات والأعياد أن نلتقي في هذه المدينة، وهذه المرة جاءت اللقاء بعد عشنا أحداث عصيبة، فكان لها طعم خاص وذوق مميز. فمن هنا تأتي حلاوة هذه اللحظة وحلاوة هذا اللقاء في هذه المرة، لأنه مميزا بعد أحداث عشناها كانت مريرة، والحمد لله جنبنا وجنب بلادنا فيها الخطر، وعشنا أيام عصيبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا منها وإلى سلام والحمد لله. أشكرك. ينتقل الميكروفون إلى عائلة الأخ علي. ممكن يعني تحدثينا عن انطباعك حول هذا اليوم السعيد وحول هذه المناسبة؟ فنقول لك كل عام وأنتم بخير، وتفضلي تحدثينا عن انطباعك وعن ما تحبي أن ترسلي من تحيات يعني إلى الأهل في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نرسل أحلى التهاني للشعب اليمني، ونقول له كل سنة وانتم والجميع بألف صحة. وطبعا هنا في مصر جو رائع، وفي واحنا مجتمعين مع الجالية اليمنية كلهم من أهل شعب الوطن الحبيب اليمن. انجمعنا كده واحنا متجمعين بنهني بمناسبة العيد، وكل سنة وانتم طيبين، ونرسل أحلى التهاني والتبريكات إلى اليمن، إلى الأهل والأحباب في اليمن، وبالأحرى الأم الحبيبة